ذكرت مصادر شوفتيفي الخاصة أن زوجة وفاء، مرداس، البالغة من العمر حوالي 40 سنة، مستواها الدراسي هو ثانية إعدادي. امتهنت حرفة راقصة شعبية شيخة بعدد من الفرق الموسيقية قبل أن تلتحق بمجموعة سعيد ولد الحوات، والذي تزوجت منه بعد مدة من اشتغالها معه. وأضافت المصادر ذاتها أن وفاء طلقت من الفنان الشعبي بعد مدى 6 أشهر من زواجهما بسبب ما أسمته المصادر بعض التصرفات المشبوهة لزوجة مرداس المقتولة. وزادت ذات المصادر أن وفاء كانت تنحدر من أسرة متواضعة قبل أن ترتبط بالبرلماني المقتول. وأردفت المصادر أن علاقتها بعائلته كانت علاقة جد وطيدة، حيث قدمت الدعم المادي والمعنوي لكل أفراد عائلتها منذ أن تزوجت بمرداس.